عارف انت ليه لسه بتشوف إباحية رغم ان انت متجوز؟ السبب بمنتهى البساطة ان للأسف الإباحية بتديك متعة أكبر بكتير من المتعة اللي بتاخدها في العلاقة الجنسية العادية مع مراتك. متعة الإباحية أعلى. طب ليه ده بيحصل؟ قالك بمنتهى البساطة كده ان كلنا يا جماعة مخنا مش بيفرق ما بين الحقيقة والخيال. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو بتشوف فيلم رعب في بيتك وموطي الإضاءة كده والدنيا رعب خالص، ممكن تلاقي نفسك مرعوب رغم ان ده مجرد فيلم مش حقيقة، انت قاعد في بيتك في امان، بس تلاقي نفسك مرعوب وخايف. وعشان كده لما بنشوف مسلسل مشهد حزين في مسلسل دفن ولا موت، ممكن نلاقي نفسنا اندمجنا وعيطنا وافتكرنا حاجات حزينة وشفنا نفسنا في المشهد. المخ ما فرقش ان ده مجرد مشهد تمثيلي ومسلسل. نفس الكلام في الافلام الاباحيه، لما بتتفرج على فيلم اباحي مخك بيفرز نفس كميه المواد الكيميائيه اللي بيفرزها اثناء العلاقه الجنسيه العاديه، رغم ان ده مجرد فيلم، بس مخك بيوصلك لكميه اثاره عاليه جدا ويفرز لك دوبامين هرمون سعاده بشكل عالي جدا، ويوصل المخ لدرجه اثاره عاليه جدا وتبقى في منتهى السعاده والنشوه والحياه حلوه قوي. وعلشان كده الشخص ده اللي اتعود على الإباحية لما بنيجي نقول له طب ابعد عن الإباحية ومارس العلاقة مع مراتك في الحلال، يقول لك لا، ما بحسش بالمتعة زي ما بلاقيها في الإباحية. العلاقة مع مراتي عادية قوي، أنا مش بلاقي المتعة العالية قوي اللي أنا بلاقيها في الإباحية. وفعلا لأن الإباحية بتدي متعة عالية جدا، كفاية الإثارة والتشويق والتنوع والبحث وكمية المواد الإباحية اللي بتلاقيها، ده في حد ذاته بيعمل لك دوبامين عالي قوي، ان انت عندك تنوع عالي قوي. وعشان كده الشخص ده لما بنروح نقول له ابعد عن الاباحيه وعندك الحلال، يقول لك لا، مش لاقي متعه في الحلال زي ما بلاقيها في الاباحيه. وعشان كده الاباحيه ادمان. عارف بالظبط زي ايه؟ زي ما تكون حضرتك عشت سنين بتشوف افلام ابيض واسود في تلفزيون غلبان، شاشه ضعيفه قوي ويا دوب جايبه الصوره، نيجي فجاه ناخدك ونوريك بقى حاجه 3 دي والوان واثاره ومتعه وتنوع وشاشه كده بتلمع، ونسيبك فترة تشوف الحاجات الحلوة الملونة دي، وبعدين نيجي نقول لك ايه، يلا بقى عشان هترجع تاني تشوف ابيض واسود. انت هترجع تاني تشوف ابيض واسود؟ هتقول لا طبعا مش عايز، هتنفر من الابيض واسود وتقول انا عايز الحاجات اللي بتلمع دي. علاقتك بمراتك هي دي الابيض واسود، ومع الوقت هتنفر منها لان انت اتعودت على درجة الاثارة العالية اللي الافلام الاباحية بتديها لك. فالخلاصة يا جماعة، واللي دايما بقوله، ابعد عن الاباحية، سواء انت متجوز او انت لسه ناوي تتجوز. اوعى تفتكر ان الجواز هيعالجك من ادمان الاباحية، بل بالعكس، الاباحية هتدمر الجوازة بتاعتك، لان زي ما قلت انت هتشوف ان الجواز ده ابيض واسود مش حلو، وهتستمر على الاباحية. مش قادر تبعد، يبقى تروح لمختص يساعدك، لكن اوعى تسيب نفسك لدرجة ان الحرام اللي هو الاباحية يخليك تفقد متعة الحلال اللي هو الجواز.